سنة 27 اتولد الصوت الأجمل في القرآن الكريم في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم العربي. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ابن قنا، ابن الصعيد، اللي بسببه في ناس كتير قوي دخلت الإسلام. وفي قصة صغيرة قوي كده هحكيها لك حصلت معاه في فرنسا، ولكن قبل ما احكي لك القصة دي لازم احكي لك عن جمال وعن صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اللي كانت بدايته في مساجد قنا، ولكن بدايته الحقيقية لما جاء القاهرة سنة 51 في مسجد الإمام الشافعي. الناس انبهرت، الناس ما كانتش مصدقه، الصوت ده صوت بشري، الصوت ده معانا على الكوكب، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بعدها على طول وبدون اي فواصل اعتمدت الاذاعه المصريه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. 9:03 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى القرآن الكريم مرتلا، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط سافر لأكتر من 30 دولة أوروبية، وده نادر جدا لما يحصل لشيخ عربي، والشيخ الوحيد اللي قدر يسافر لأكتر من 30 دولة أوروبية، وده شيء نادر جدا لما يحصل مع أي شيخ أو أي قارئ على مستوى العالم. سر جمال صوت الشيخ عبد الباسط قوته في طبقات الصوت، تحكم عجيب في النفس، إحساس عالي بمعنى الكلمة، كان بيجمع بين الخشوع والجمال الفني. احكي لك بقى حكاية الراجل اللي اسلم على صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وفي يوم من الايام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سافر لفرنسا علشان يقرأ هناك، وكان بيقرأ في احد المساجد، وكان بيسمعه ناس كتير جدا مسلمين وغير مسلمين. فبدأ الشيخ يقرأ في سورة مريم. احد الاشخاص الغير مسلمين كان مستمتع رغم انه مش فاهم اي حاجة ومش فاهم لغة عربية من الاساس، ولكن بعد الشيخ عبد الباسط ما خلص جال الناس وقال لهم الكلام ده مش كلام بشر، الكلام ده كلام رباني. وبدأ الراجل يبحث في الكلام ويشوف معانيه لحد ما عرف معنى القرآن الكريم ودخل في الإسلام. ولما الشيخ عبد الباسط عرف ان في شخص دخل الإسلام بسبب صوته، انكر انه دخل الإسلام بسبب صوته وقال ده توفيق من عند ربنا، ربنا هو اللي هداه للإسلام بسبب القرآن الكريم. عظمة، جمال، كبرياء في الصوت. أنا عاوزك تسمع وتستمتع وتعيش مع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في آية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
اوعدك بعد ما تسمع الايه دي عمرك ما هتسيب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، سواء وقت فراغك او وقت مواصلاتك او حتى في وقت شغلك. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين.